اهلا بكم في فيديو جديد وحلقه جديده من قناه حدوته على الطاير. رجعنا لكم بحلقه جديده من السلسله اللي هنبدا فيها نتكلم عن منتخبنا في بطوله افريقيا اللي بنامل ان هو يعمل حاجه، ولكن يعني بعد الماتش اللي شفناه النهارده الواحد مش عارف. يعني حرفيا انت بتتكلم عن ماتش ضد الفرقه اللي انت المفروض بتقول عليها حصلت المجموعه. انت كنت خلاص على بعد دقيقتين ثلاثه وتخسر منهم للاساطير ربنا. فيعني هنتكلم عن الحاجات دي في بدايه الحلقه. فقبل ما نبدا مشاك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتوزع على زر اللايك تشجيع على اننا نكمل في باقي البطوله، وان شاء الله البطوله اللي منتخب مصر يقدر يوصل بها بعيد. كلامنا هيكون في البدايه عن اللي حصل في بدايه الماتش. ان انت بتتكلم ان الماتش يعني كان في الايد، الماتش كان في المتناول. انت جبت تاني اسرع جون يعتبر في البطوله بعديها وكام ثانيه باسيست كويس من محمد حمدي، خبطت في صلاح وراحت لمصطفى محمد اللي لف لفه بالاستلامه بالشوطه على الجون بالزاويه بكل حاجه. هدف يعني يتدرس في المدارس والجامعات وفي كل حته. لكن بعد كده جالك بقى الفرصه 3 واربعة وعشرة، الا ان انت ما عرفتش تستغل نص فرصه ليهم، سواء اللي جه في العارضه سواء عدم الضغط اللي موجود في لعيبتك. ما تفهمش ده بقى بسبب مشكله بدنيه. ما يعني الناس بتتفرج على الماتش وكلها نفسها اللعيبه تضغط، اللعيبه تدوس، اللي كان نفسنا الشوط الاول. انت اصلا بعد ما جبت الجون وضيعت كورتين ثلاثه حسست لعيبه موزمبيق ان خلاص بقى مقامهم من مقامك، مع احترامنا ليهم طبعا، الا ان بقى منتخب متواضع فنيا ومهاريا وكل حاجه. فخليتهم ياخدوا نفس عليك وشاطوا الكوره اللي الشناوي شالها اللي كان هيتصاب فيها. فانت بتتكلم بناء على حاجات كتير. المنتخب اصلا كان ممكن يقدر بطريقه كبيره جدا يطلع الشوط الثاني حرجك وعامل عليك شوط وكل حاجه، لولا ستر ربنا ان انت طلعت الشوط الاول 1-0. هتيجي للشوط الثاني الجونين دخلوا بطريقه غريبه بسبب قله رقابه وعدم يعني ومرونه في التغطيه، لدرجه ان انت حسيت لوهله ان منتخب موزمبيق كسبك بدني طول الماتش. اللعيبه واخده عليك حس واخده عليك نفس، لا انت راضي تضغط لا انت راضي تعمل الا يعني ميس باص كتير من اللعيبه. ففي حاجات كتيره تنرفز في الماتش. اديت بص تلاقي لحد في اخر دقيقه محمد صلاح جاب كره من ضربه جزاء من ستر ربنا، والكره دي اصلا يعني جت في العارضه. يعني انت متخيل ان الكره دي لما جاتش جون يبقى انت كده عملت كل حاجه غلط في الماتش. فانت بتتكلم حتى برضه التبديلات اللي نزلت في الشوط الثاني. طب قلت لهم ايه ما بين الشوطين؟ طب دي كلها حاجات الناس بتسالها. انت بتتكلم الشناوي عمل ماتش ما يتلامش عليه في حاجه. محمد هاني يعني ماشي، محمد هاني الناس تقول لك هو وعمر كمان، لكن يا جماعه في الاول وفي الاخر دلوقتي مش باكات يمين منتخب مصر. على قد ما بنتكلم وبننفخ وبنطبل فيهم، هم دول باكات يمين منتخب مصر. فين الباك بتاع اللي يهر الدنيا دفاعيا، ولا لما احتاجه هجوميا ما يبقاش فيه احسن منه والحاجات دي كلها؟ فين بقى الباك اللي بيعمل لي ده؟ فين الباك اللي بيعمل لي 3 4 عرضيات في الماتش؟ فين الباك اللي لما العكسيه تعمل كوره بص تلاقيه في ال 18 بتاعي، ولو من عندهم الاقيه في ال 18 بتاعهم عادي، ما مش هتضرني في حاجه. خطين الدفاع برضه حجازي وعبد المنعم، ما فيش حاجه هتقول لهم ايه حجازي وعبد المنعم غير ان هم على قد ما يقدروا واقفين على رجلهم في الماتش. محمد حمدي برضه اللي دفاعيا في كلام عليه، هجوميا محمد حمدي بيعرض. انا بحس ان محمد حمدي بيعرض اصلا في 18 من غير ما يبص، هو بيرفع الكوره بعد كده بيبص يشوف هتروح فين. الا ان دفاعيا في الشوط الاول حصلت كام مشكله، منه الكره اللي هيجيبها كان هيجيبها جون في نفسه، الكره اللي يعني في التغطيه. ففي في حاجه غلط برضه. خط الدفاع تقدر تقول الاربعه مشتركين فيها، بس على الاقل الحارس وقلبين الدفاع ماسكين رجليهم شويه في الملعب. نص الملعب في الشوط الاول لما بنتكلم النني وحمدي زيزو في الشوط الاول، يعني اللي انا شايفه بالذات في اول نص ساعه كان هالك موزمبيق لوحده. بيروح يخبط يجري يعمل عرضيه، تحس ان زيزو قايم بدور الباك، قايم بدور نص الملعب، قايم بدور الهاف، خش في ال 18 بيعمل لك سيروهات صانع لعب. زيزو في الشوط الاول انا شايف ان هو يعني كان اكتر واحد بارز شويه. على قد ما بتتكلم برضو على النني شغله في قطع الكور وفي ضيقه المساحات على اللعيبه اكتر من ان هو يفيدك قدام. حمدي فتحي برضه ما ظهرش بالشكل اللي هو، الا انه برضه كان تقطيع كور وتخبيط في اللعيبه. الهجوم بتاعنا تريزيجيه الكره اللي جابها في العارضه والكره الثانيه اللي جات له، صلاح ومصطفى هم الجون بتاع مصطفى والكم باص اللي صلاح يعملها في الشوط الاول. لكن كل كلامنا عن ان انت خلاص ضيعت والفرقه خدت نفس عليه وما كنتش عارف تضغط والفرقه واكله عليك بدني والحاجات دي كلها. انت ما بين الشوطين قلت للعيبه دي ايه؟ يعني انت ما بين الشوطين ايه اللي خلى اللعيبه تنزل كده؟ طب لما انت جيت بدلت ايه التبديلات برضو اللي انت عملتها؟ فانت طلعت باك يمين نزلت باك يمين، طلعت هاف نزلت هاف، بعد كده طلعت نص ملعب نزلت مهاجم. طب حاجه من الحاجات برضو اللي عايز انت نزلت احمد حسن كوكا عشان خلاص الموضوع بان سيرف اللي انت تلعب عرضيات. مين اللي هيعرض لهم؟ محمد حمدي هيعرض وعمر كمال. طب كنت خلي زيزو بقى في الملعب، ادام هتعرض تعريض بعريض خلي زيزو هو تقريبا احسن واحد في المنتخب بيعرف يعمل عرضيات اصلا. فانت بتتكلم برضه في النقطه اللي زي ديت كانت حاجه غريبه منه برضه.
لولا ستر ربنا في الولد اللي خبط رجل مصطفى محمد دوت وكان ضرب جزاء. فالماتش ده كله انت هتقعد كده ماسك ورقه وقلم عمال تسال وتجاوب، تسال انت او بتسال من غير ما تجاوب، انت مش لاقي اجابات للي بيحصل. انت وصلت لمرحله ان بعد الماتش ببص لقيت لعيبه موزمبيق هي اللي واقفه زعلانه ان هم اتعادلوا. المدرب بتاعهم كان متعصب من ضرب الجزاء. اللعيبه مش مستوعبه ان هي اللعيبه كانت في دماغها انها تفوز ولا ما تفهمش برضه، خلاص يعني ركبوا الماتش عليك. فدي كلها حاجات يعني بنأمل اصل احنا كده عملنا كده مع موزمبيق، فاضل غانا بقى والراس الاخضر. والراس الاخضر مش هين، الراس الاخضر فيه لعيبه طالعه في اوروبا حلوه مش هينه، وطبعا منتخب غانا عارفينه. فيعني بنأمل ان احنا هنصعد اول علشان على الاقل نقع مع واحد من التوالت والحاجات دي. يعني نخاف نقع مع واحد اول مع واحد تاني غشيم. فاحنا بتتكلم احنا بنأمل في ان احنا نقع مع حد من اللي هم التوالت، لكن بالمنظر دوت يعني ربنا يا رب ان شاء الله غانا تتعادل في الماتش بتاعها اللي هو مع الراس الاخضر اللي هيتلعب كمان نص ساعه ولا حاجه. ونأمل ان شاء الله ان المنتخب بتاعنا يقدر يصعد اول ويشرفنا في الماتشين الجايين. ماشي، ده نفس اللي حصل في البطوله اللي فاتت، بدأنا بدايه ما يعلم بالله ربنا، بعد كده مستوى تصاعدي. لكن عايزين اللعيبه تفوق وتلم ورقها من جديد، وفيتوريا يعني ما ربنا يسترها معاه ومعانا برضه. فقبل ما ننهي مشاكل القناه اتفعل جرس التنبيهات وتدوس على اللايك وتدعي بقى، يعني ما تكتبش حاجه، ادعي في الكومنتات ان ربنا يسترها مع المنتخب في في الماتشات الجايه.